الحلقة التاسعة من بسمة عمل. فرق كبير بين الطموح والتشتت. أوقات كتير بنقعد مع نفسنا ونقول أنا عايز أتطور، أنا طموح، نفسي أوصل، بس اللي بيحصل على الأرض بنبص نلاقي نفسنا بدأنا في 3 حاجات وسبناهم. اشتركنا في كورس هنا، قرينا كتاب هنا، ووقفنا في أول كام صفحة. كل شوية فكرة وكل شوية اتجاه، والنهاية مفيش حاجة اكتملت. في فرق كبير جدا ما بين الطموح الحقيقي وانك تكون مشتت بتجري ورا كل حاجة تظهر قدامك. الطموح مش معناه انك عايز تعمل كتير. الطموح الحقيقي هو انك تعرف تعمل حاجة واحدة للنهاية. انا مرة سألت مدرب كبير ايه الفرق ما بين الموظف اللي دايما بيتنطط من مجال لمجال وبين اللي يتطور ببطء لكنه ثابت. قال لي اللي بيتنطط بيحرق نفسه، واللي ثابت بيبني طوبة طوبة لحد ما يوصل فوق. عارف النجاح عمره ما كان الخطوة الأولى. النجاح الحقيقي في آخر خطوة اللي دايما قليل اللي بيوصل لها. رسالتي ليك النهاردة لو نفسك تتطور، ابدأ بحاجة واحدة بس كمل ليها في الآخر. مش لازم تبقى الأسرع، بس لازم تبقى أنت اللي مكمل. ونصيحتي ليك النهاردة، اكتب النهاردة قائمة بكل الحاجات اللي بدأت فيها زمان وما كملتهاش، واختار منهم حاجة واحدة بس ترجع تكملها تاني. بس المرة دي ما تبدأش بالحماس، ابدأ وانت عينك على النهاية. ابدأ بنية الاستمرار. سؤالك النهاردة، ايه الحاجة اللي كان نفسك تكملها من بدري بس كل مرة بتقع، وليه؟ وايه اللي ممكن يساعدك تمشي فيها للآخر؟ اشوفكم المرة الجاية في بسمة عمل جديدة.